كريم كان بيقول لي مش عايز يجي، ودلوقتي هيطلع الكاميرا يقول لي يا اسطى هي دي الاكسبيرينس اللي انا كنت عايزها يا اسطى. تحس انت في اليابان. كونر ماجراجر، خبيب نماغيدوف، احنا جايين. الكائن الجورجيني. الكائن الجورجيني طبعا. هل عنده نفس عقدة الخواجة بتاعتنا كمصريين؟ والله احنا ما نعرفش الشعب الجورجيني وضعه ايه، بس اللي احنا فاهمين ان هو عالم ثالث. عالم ثالث زينا. انت شفت اول ما نزلنا كتايسي تبليسي هو نفس مطار مصر عادي بالظبط. بس انا بتكلم بقى ان هو اعتقد كل دوله ما فيهاش استقرار ولا فلوس ولا شغل ولا احلام بيبقى عندهم نفس الافكار بتاعتنا اللي هو احنا نسافر بره عشان نحقق حاجات ونرجع تاني. بالظبط. رغم ان البلد شكلها اصلا ما يتسابش. اوف بجد. بص اصلا ده، بص شكله عامل ازاي، حلو فشخ. جامد بصراحة. ده حقيقي. ده مطعم. الفكرة يعني لو تفتكر احنا اول ما سافرنا، رغم ان احنا ما كناش رايحين يعني حتة غريبة، رايحين امارات عادي، اللي هو بلد عربي وبتاع، انت مش محتاج انت تحس ان انت اقل في اي شيء. انت رايح دبي برضه، دبي كانت كلتشر شوك يعني، بس مختلفة فشخ. بس ستيل انت فكرة انك مصري دي it does give you a feeling انه عادي. انت عادي. ايوه هناك بالظبط، عشان مصر كمان فهلوي والناس الناس عارفه عارفه الجنسيه المصريه، على عكس هنا مثلا في المطار هم عارفين المصري بس بشكل سلبي. بالظبط. عشان كده بيرموك على جنب، يدخلوك في طابور معين، اي حد عربي او نيله خاصه لو مصري يوم جايبك محقق معاك، حتى بعد كده يدخلك على الطابور الثاني بتاع الجنسيات الاخرى غير الجورجيه. الجنسيات اللي هي عادي بقى بيتحقق معاها عادي. انت بتتحقق معاك مرتين اصلا. بالظبط. انت اصلا محدش بيحقق معاك في الجنسيات الاخرى، انت بتخش على الكاونتر على طول وتتختم. بالظبط. لا احنا بيتحقق معاك الاول، بعد كده تخش تتعامل طبيعي. وشفت لما حطوا الختم على الباسبور اللي هو مترددين كده استنوا كده اللي هو انت معاك فلوس يا ابني. حاجز الفنادق بتاعتك، مش هتهرب يعني؟ ليه نهرب؟ هي البلد حلوه وكل حاجه، بس ما حدش بيتكلم انجليزي يعني توصل ازاي؟ بس هي فعلا الفكره كلها بالنسبه لي انه انا اللي سالت عليه انه هل الشاب الجورجيني بيواجه نفس اللي بيواجهه الشاب المصري مثلا؟ وانا اعتقد ان هو ما اسموش الشاب الجورجيني، لان الشاب الجورجيني دي صعبه شويه. ليه؟ مش شاب جورجيني. تخيل تبقى انت يعني مصر، انت تبقى راجل واسمك جورجيني، اللي هو فاهم قصدي ايه؟ يعني لو كريستيانو معدي بالصدفه هيهين. اعتقد هو اسمه الشاب اللي من جورجيا يعني، مش الجورجيني. لا الجورجيني زي ما انت رحت قلت للست جيل. ايوه العمله ما اسمهاش جيل. هو ده واحد جيل يا اختي. ده بقول لك اختي معلش، ده واحد جيل. اسمهاش جيل، هو جيل ليه؟ عشان جورجيان لاري جيل على بعض، زي احنا عندنا ايه؟ اي جي بي. بعد اذنك هو ده واحد اي جي بي. ايجيبشن باوند. ده واحد اي جي بي. ايجيبشن باوند. واحد اي جي بي. بس برضه اي ثينك في حاجه، لان دي بتكون يعني ده انا شايفه من الكالتشر. انت مثلا بتطلع لو انت ما عندكش البولز انك ما عندكش يا ريس البولز انك تطلع عاشق وتواجه وتستكشف عشان تفهم انه الجنسيه او باسبورك او الكلام ده يعني لا يمثل شيء. يمثل طبعا في الاول، بس بعد كده انت اللي بتقدمه على الترابيزه بيخليك بقى مختلف، حتى لو حد تاني معاك جنسيه حلوه او انت معاك مثلا، انت باسبورك مصري على عيني وعلى راسي، الحاجات بقى اللي جنب الباسبور المصري الجميله بالظبط هي اللي بتقول انت هتتعامل ولا لا. بالظبط كده. فبتبدا شويه تتاقلم مع فكره انه اوكي في موضوع العنصريه، او في موضوع ان الناس بتكاتيجرايز يو في حته معينه عشان باسبورك، عشان لونك. انا اول مره احس بدي، عشان شكلك وبتاع، او لما جيت هنا دي اول مره احس بيها، فكره ان انا بتصنف حاجه في مصر وانت خارج اصلا متصنف يعني. انت برضو بيسالك حسب الدوله اللي انت طالعها. انت رايح مثلا، انت رايح الامارات معاك فلوس، حاجه السياره ده حقيقي صح. انت اوريدي هناك متصنف، فانت اوريدي متعود على لا ده. بس هو بيتعامل معاك ليه بقى كده؟ هو هناك في مصر عشان ما تروحش، عشان المنتاليتي اصلا انت اللي هتروح تخلع. حلو. هنا برضو المنتاليتي اللي انت جاي لي من مصر بقى هتخلع عنه، انا برضو هعاملك بنفس الطريقه اللي هو عاملك فيها. لا بس انا دلوقتي مثلا لا هي نفسها بالراحه، بس بالراحه نفسها بالظبط. استنى بس، انا دلوقتي واحد يا عم اسمعني عشان ما اضربكش بقى، هضربك. انا عندي سؤال، ليه واحد جاي من الامارات عايز يهرب في جورجيا هيستفاد ايه؟ ده فلوس هناك اغلى من هنا. حلو. ممكن واحد ما لقاش فرصه هناك فجاي هنا، لان هو كانت سهله بالنسبه له يروح على هناك احسن من انه يجي. بذمه امك يعني هو ما عرفش يشتغل في الامارات، هيجي يشتغل في جورجيا؟ هيشتغل ايه في جورجيا؟ هو فاكر نفسه ادريانو؟ في ناس دماغها كده عادي.
مش عارف. يعني دور على فرصه ثانيه في حته ثانيه. وبعدين يا اسطى في ناس بيكون دماغها الجنسيه، انا اخد هنا دماغها ايه؟ هو من جنسية. من غير ما يعمل ب 2 جنيه ريسيرش مثلا. بجد اللي هو انا اخد واحده حلوه. دماغها جنسية. جنسيه جنسية مش الدماغ الجنسية. الباسبور. لا الباسبور، الباسبور. دماغي ياخد باسبور. يا على فكره انت اللي دماغك، انت اللي دماغك بالظبط. ده بيدخل في العربية. اه ده انت هيطلع عين امك. طب اساله، طيب استاذنه. اما هو بيدخن يعني. استاذنه، احنا ناس كلاس، احنا مصريين. Excuse me. Hello. Hi. Can I smoke it? Thank you. ثانك يو. تعالى. آره اعطاني عرضها بدو اجره اجره الراجل. لا لا don't worry. يلا على خيرة الله. This no ash. This no ash. Electronic. Only عشيش ايش؟ no not ash. No this is not ash. بس مين عشيش؟ عشيش جايه. يا عيني يا عيني عليك يا بتاع زمان، فينك يا بتاع زمان. بوليسيا مش غيره بوليسيا. Oh really? اه عشيش. لا يا بنزين لا بوليسيا ايش بدريتنا. بس شوية حواري في الكناب. أو بقول لك ايه، انت شكلك بالايكوس دي مع اوبا الايكوس دي مع الباك جراوند، فاهم، والطاقيه حد بص يعني بالظبط، مخرج جدا وسط فاهم، البلد. مخرج جاي تعمل ايه ده، أنا جاي هنا. ماتش عندهم مطوشه. أنا جاي هنا أقابل الشباب المهتمين بالسينما ايوه عشان نعمل ندوة. خدت بالك الناس اللي واقفه مستنيه في الباص والمحلات. يا اسطى مصر جدا، مصر جدا بجد، مصر جدا. عامة لذيذة. بقول لك يا اخينا، عندكم محمد منير؟ مش لايق ليه اللي استنى انا جاي لك. باور بانكك يا حبيبي، باور بانك. بسم الله. خد يا كيمو. ثانك يو براذر، ثانك يو. خشوا منين بقى؟ عايزين نعرف يعني ايه شكرا باللغه بتاعتكم. خش برجلك اليمين يا ولا. بسم الله. كريم، انا وانت والكورنر ده فاكر فيلم اسمه ايه؟ والترايبود هنا. انا بتاع الباتشينو اسمه ايه؟ If you love the man garden You love the man. you love the man. كان اسمه سيبريكو. سيربيكو. You know that you got a beautiful garden. You know what they say. What do they say? على هادي. You know what you say? You know what they say. If you love the man garden. You gotta love the man. You gotta love the man. حلو اللزوز. لذيذ الاجواء. مطره قوي بس النهارده. يعني اتمنى الصبح دي تبقى الصبح، احنا في الصبح هو اصلا. ايه العروسه دي؟ العروسه اللي متعلقه على الشجره دي؟ ده يا اسطى بابا نويل بيعذبه. ديكور ايه بس ده هيكون ليهم في انا وانت كمان شويه. السحر والشعوذه. يا سلام. مش فاهم ايه موضوع تاني؟ الميه ايه تاني؟ من ناحيه ايه؟ شكل الندى ده يعني I miss it so bad. قطر. انا ممكن اركب قطر جدا. بجد. وبعدين في بقول لك ايه يا فخري؟ ايه يا حبيبي؟ هنركب بكره قطر 6 ساعات. هنركب ايه؟ قطر 6 ساعات. في 6 ساعات. ليه ما ينفعش؟ هيودي اليوم؟
طب ما نطلع من بدري فشخ، مش لازم نعمل تشيك اوت هنا الساعه 12. اول ميعاد الساعه كام؟ اصل تخيل قطر، انت قاعد في قطر هيحصل ايه؟ ايه بقى؟ اكسبيرينس فشيخ. بص المناظر يا متر. كريم انت قلت لك بكام؟ حاجزها بكام؟ قولي 5 حاجات تعرفهم عن جورجيا. كوتايسي، تبليس، كوتايسي، تبليسي. كازباجي، مستيا، باتوم، اتفقنا. خاتشابوري، خنكالي. ايه تاني؟ ها ايه كمان؟ عايزين نجيب يعني ايه جود مورنينج. يعني ايه شكرا؟ انا عايز يعني ايه شكرا؟ مش مهم، انا اسف، مش محتاجنا. ان شاء الله مش هغلط يعني. Absolutely. Languages are. How can we say good morning in Georgian? To say good morning in Georgian, you can say Dilam Shvidobisa. Yeah. Dilam Shvidobisa. كل ده عشان اقول صباح الخير. Dila مش Thank you. بوبيسا. Is it Again? like is there a short for it? Yes, you can simply say Dila, Dila for morning as a short form. So Dila means morning. Exactly. Alright. Dila. And the long form of it, what is it again? The long form is Dilam Shvidobisa. ديلا Shvidobisa. ديلا مش فوق. ديلا Again, مش again. مش في دول بيسا مش هو ديلا بس مش في دول بيسا. مش بدون How to say it again? Hey, how to say it again? Sure, it's Dilam Shvidobisa. ديلا مش في دول بيسا. ديلا مش في توب. ديلا مش في دول بيسا كريم. ديلا مش في توب. بقول لك ايه، لما تقابل حد تقول صباح الخير. مطلوبة. لا ديلا ديلا. ديلا يعني مورنينج. بتقول Morning. يا عم. تقول لا. ديلا. لا مش كده بقى. ديلا. ديلا كده فاهم. ديلا. وتوطي البيتش شويه. ثانك يو ديلا. شات جي بي تي. شكرا. مالدوبا. مالدوبا. يور ويلكم. مالدوبا بنقول مالدوبا احنا. هي ديلا. شكرا مالدوبا. يور ويلكم مالدوبا. هيلفا. انت خدت بالك ايه من ده؟ حاجه؟ هيلفا. خدت بالي من ايه؟ الشات جي بي تي عندي راجل مش ست. اه مش زي كل انت الناس. على حسب معوده وهي معانا. لا هو حسب هو بيحب ايه. ايه دي الفكره؟ انا هي كلمه ست. ليه تكلم ست؟ عادي. طب حبيبي ابعت لي انا ايه. خلينا نتصرف بعد كده. بالظبط. سيبني انا اتصرف في الحاجات دي. لا يا عم نقعد نكلم رجال. الراجل يرد عليا كده زيه. مالدوبا. وبعدين عشان لما تستعمله الراجل يبقى في راجل بيكلمه. عسل. مش ست تخلق. مطلوبة. انا مش هتكلم كده، هتكلم مطلوبة. قال لك انت مطلوبة. مشكوك فيك، خلي بالك، ابعد عني يعني. طيب فيرست امبريشنز كده عن جورجيا. انا بحس ان هي مصر جدا، بس الخضار فيها زايد قوي والجبال فيها زايده، لكن نفس الجو، نفس التنوع بتاع العربيات. بس انا مش فاهم العربيه دي مثلا ايه نوعها ايه، بس في تويوتات، في حاجات كده كتير. استاذ كريم المبارك، كريم المبارك للحلقات التلفزيونيه المذاعه. وبرضو في المحلات والبيتزا وبتاع، في حاجات اللي هي ثانك يو، في المحلات اللي هي يعني تحسها كده ايه، تحسنا ان احنا في وسط البلد، وفي الحتت اللي شكلها ديسنت جدا جدا جدا. بس طبعا مش فاهمين اي حاجه. هنفطر دلوقتي، مش عارف نفطر ايه ده؟ دي فراخ عاملين لها بتاع نايس جدا. كريم بص، فراخ عاملين لها بتاع، عاملين لها جبنا بالبتاع ما شفتها. يعني انتوا كلكم هتاكلوا جبن؟ تكتب يعني خلاص تحط على السبليت ها. بس حط بقى فوق معلش. حط ايه؟ دي هتبقى بس 5 جنيه ولا حاجه. لا حطها عادي هتجمع معاك. هتاكل ايه؟ زيكم ممكن ناكل ده. هات لي واحده صغيره بقى. سؤال ايه بس؟ هو حجم واحد.
بس ليه ده اللي مثلا لا خلصان لا، في النص دي صغيره. وده مش لا؟ دي تقصد عادي. اي ثينك دي سايزز. لا ده خلصان مثلا الناس طالبه منه كتير، ده لا. فاهم حاجه؟ بص انا عاجبني دي ايه، ان هي شبه الفطيره بتاعنا. اه انا بس متوقع بس الطعم. ممكن يكون الطعم مش افضل حاجه. بص كريم تحسه تعبان نفسي. انت بتعمل ايه؟ قول لهم بتعمل ايه؟ اشرح لنا وبرر موقفك. انت بتصور ايه دلوقتي؟ صور يا عم. ماشي يا عم. يلا صور. تصور دي؟ افتح يلا. هيا بنا الى الجروسريز. ايوه تروحوا اطبخوك انا. عارف ده عامل شبه ايه؟ شبه الكازيون اللي في مصر. عامل زي الكازيون جدا. وكندر بوينو 1 بوينت. اتفرج يا ايجيبشن ايجيبشن بيراميد. نايس على فكره. الجبنه تحسها بلين. الجبنه تحسها بلين ما فيهاش. بس احنا محتاجين نعدي بقى وخلاص. بقول لك ايه نايس جدا. بص الجزيرة بتفكرك بايه؟ الغردقه. الغردقة؟ اشمعنى؟ كان في حاجات شبه كده. الحواري يعني هي مناطق. عشان كنت بروح الغردقه كل سنه في الصيف وانا صغير بقول لك ايه، انت خدت بالك من الاثنين اللي عدوا؟ احنا ممكن نتثبت عامة في اي وقت عادي. ده حقيقي. بس فطير جامد. اوعى تقع. اسود. بورفؤاد هشام دي. بورفؤاد واحنا طالعين على اسمه ايه ده؟ كان في حتة ورا كده بنلعب فيها كورة. مش عارف فين بس كنت بروحها وانا صغير. عجبنا. الفكرة ان هنا مد البصر جبال، يعني مهما تبص قدام تحس ان انت ما بتجيبش اخر اللي انت شايفه. ان شاء الله كربيسي تكون ألذ يعني. بريدكتد المطر برضه كربيسي بكره وبعده. يعني اليومين دول الدنيا مطره. ممكن واحنا ماشيين بقى لما نيجي كوتايسي تاني نشوف الحاجات دي عادي لو الدنيا شمس يعني. لقيتهم محل خنازير. ست الكل اللي ماشية هناك دي جميلة قوي. اللبس بتاعها جميل. تفاصيل العمود ده قديم جدا. أسلاك كتير. البيت اللي جنبه تفاصيله حلوة. كل حاجة هنا مش عارف، لا تحس ان هو ماشي في فيلم قديم. في عمق في كل حاجة بجد. يعني مصر مثلا بنروح حتت معينة، لكن هنا كل حاجة فيها عمق جدا. ده اللي متجدد يعني. ده شكله اللي هو ايه، مظبطينه جديد. غير كده كل حاجة قديمة جدا زي ما تكون مهجورة. والستايلز بتاعتهم كلها واحدة. فكرة الزرعة اللي في البالكني وكده. في ناس كبار كتير جدا، يعني لحد دلوقتي شفت مثلا ناس صغيرة قليلة جدا، لكن معظم الناس ناس كبيرة. معرفش هل دي حاجة، والراجل ده مثلا نجار ولا ايه، بتاع حاجات خردة. معرفش هل ده حاجة بخصوص كوتايسي نفسها كمدينة ولا ده في العموم. نكتشف لما نروح مدن تانية يعني عامة. بس اتس نايس يعني. في هدوء كده جميل قوي في البلد.
طيب الفيديو ده بقى لدودي عشان خلاص كريم بدأ يلنك فيروز مع جورجيا. انا مثلا ما عنديش مشاكل مع فيروز يعني. سمعنا كده انت يعني، قرب للكاميرا. يا عيني يا عيني. بس عللنا كده يا راجل، خلينا نحس مدينه قديمه وجميله. عبد الحميد بيقول لك احنا دلوقتي كأننا مثلا في دمياط، منصورة، اللي هو انت مدينة لذيذة وكل حاجة ليها تاريخ او ليها يعني فيها كده ايه أصالة، بس اتس نوت يعني ما تقدرش تحكم عليها. يا ابني احنا ماشيين في شارعين لحد دلوقتي، ما شفنا حاجه. شفنا حاجة يا ابني؟ ده احنا كفاية اللي احنا شفناه اصلا. انا ما عنديش مشاكل اجي اعيش هنا على طول عادي. انا نفس الكلام. لا انا نفس الكلام، انا بحب اصلا الجو ده. انا قاعد اصور افلام بس. هي حر في الصيف. بالظبط. حر جامدة في الصيف يعني؟ حلوة جدا. اقف انت هو انا كده اقف هنا. فين؟ هو ده بقى اللي احنا جايين عشانه اصلا. الكوبري ده؟ الكوبري ده يا مان. جميل. عادي نقعد نروح شويه. ده شارع ابو الفدا. ثانية عامة. بس تحفة يعني. هنا النهر حتى جميل، نهر جميل فشخ. خليني اوريكم. لا عبد الحميد هو بيدعم هشام. هاي بيتش. انتوا عارفين بقى هولندا واجواء هولندا والتكتية. ولا خلاص كنيسه زي دي. انا حاسس باجواء صقليه يا استاذ. اسكندريه. حاسس ان مايكل هيجي دلوقتي غرقان. استنى اهو. بيموت عشان يقول اهو. التسيريتيلي بس يلا تضحكش. لا غيبا تستستر. غيبا. في زفة ولا ايه؟ ولا ايه الصوت ده؟ بالك؟ ولا فيلم الرهينة، يلا فيلم الرهينة في الكنيسة والله. يا عمدة يا عمدة يا عمدة يا عمدة يا عمدة. ده ايه ده؟ الجو اللي اسمه كده. لولا. لولا ما كنتش اعرف ان انت من كتب اسم سهر عبد المجيد في خانة يا عم انت بتدخل عارف ان ده ملاك اسكندرية. تيجي نخش في الكافيه ده شكله لذيذ. في نقط في عايزين نجرب كافيه. عايز اجرب كافيه. دولش. لازم نقعد في كافيه ونقعد. دولش بيتزيري. بتشوف ده؟ تستستريلي ستريت 26 عند الجراند بيانو بالظبط. احنا جينا منطقة مش عارف اسمها ايه بس هي لذيذة. طبعا معانا الراجل ده غالبا هو الراجل ده يعني تمثال. احنا بنروح المناطق اللي احنا بنروحها بنلاقي واحد لابس كاسكيطة وبيشرب سيجارة ولابس نظارة عاملة كده، معرفش مين ده. المهم المنطقة فيها المنطقة دي حلوة قوي للتصوير، صورنا صورة حلوة. انا مش عارف مين ده، الاسكندر الاكبر غالبا. و معانا عبد الحميد. الناس هي اكيد جميله، واكيد انت لو حد من جورجيا فبالنسبه لك الموضوع هيبقى لذيذ وعادي، بس هم
رود جدا جدا في التعامل بجد. تحس كده ان هم ايه، مش عايزينك اصلا، يعني مش زينا احنا كمصريين. لو لقينا حد اجنبي او بتاع، بعيدا عن فكره ان هو اديله الحاجه ب $50 بدل ما هي ب 50 جنيه، بس اتليست ما فيش حد في الشارع مش هيضحك في وشك، مفيش حد في الشارع مش هيقول لك ويلكم تو ايجيبت مش عارف ايه اتفضل بتاع. رغم ان الناس عندنا يعني ما بتتكلمش انجلش كتير، مش عارف ايه، نفس الكلام هنا ما حدش بيتكلم انجلش، بس they are too aggressive حتى في النظرات، اللي هو ايه ده كده. ولكن طبيعة البلد رهيبة. حتى الناس لبسها واللايرنج بتاع الالوان مع بعض، يعني ما بتشوفش حد ماشي مش مستحمي. مش مستحمي، بس هو مستحمي، شكله مستحمي، يعني هو نازل من البيت اكس، لابس اكس، شعره، اللايرنج، الكولرنج بتاعت الحاجات على بعض رهيب رهيب رهيب. بس من احلى الحاجات اللي انا في البلد بجد. اوتيل. اوكي. حب. الناس بتوم بيتصوروا، بس شفت ان هنا في سلم فممكن ننزل سوا. مش عايز افترق عنهم، بس خلونا نستكشف. غالبا اخري هنا. اللي عجبني هنا اكتر حاجة انه الناس هادية، مش حد بيجري. مش عارف، اول ما سمعت ان انا من مصر اصلا خدت بالك، حسيت كده اللي هو ايه، ممكن لا يا اسطى ما تخلينيش اشتم من بلد. ايه من ايجيبت. ايه خدنا تيكت ب2 لاري، ده اسمه ايه ده، جاليري سبرينج 1975. حلو. ممكن اللمس ولا مش عارف. بينتنج جاليري. كريم كان بيقول لي مش عايز يجي، دلوقتي هطلع الكاميرا يقول لي يا اسطى هي دي الاكسبيرينس اللي انا كنت عايزها يا اسطى. انا عايز ال2 لاري بتوعي. بتقول لك دي ايه يا استاذ كريم؟ خد هنا، دي ليها معاني كتير. بتقول لك ايه؟ ايه؟ بتقول لك ايه؟ مسيح. ايه؟ مسيح بتتصرف اهو. صح. تصدق انا ما شفتوش اصلا، انا مكاني مش هنا عامة. طيب خلينا ناخد جولة في المعلم ده.
المتحف الحقيقي هو ده عامة، ده المتحف الحقيقي بالنسبة لي على الأقل. وفي حاطين حاجات هنا تحت غالبا دول، مش عارف ايه ده. احنا اخترنا كافيه نقعد نشرب. كنت هقول الكلمة اللي انت قلتها كنت هقول الكلمة اللي انت قلتها بس ما ينفعش. انا نزلت مع نفسي، عايز الفلف، عايز اجيب هما لسه نايمين. انا ما بحبش نوم كتير صراحة، كنت عايز انام نصاية مثلا، بس نمت مثلا بتاع ساعة او حاجة. بس قلت كده انزل لفلف اجيب شوية حاجات. عايز اجيب مشط او فرشة او حاجة لدقني، ومشط برضو لشعري، وعايز اجيب فرشة سنان ومعجون. نسيت بتوعي، مش نسيت يعني، قلت خليني اجرب حاجة البلد لما اجي هنا يعني. بس وبعد ما اعمل دول شوف اي مثلا كورنر او كادر كده عايز اتكلم فيه عن الفيلينج اللي انا حاسه، لان دي اول مره في حياتي، اول مره في حياتي اسافر للفن، او اسافر لان انا يعني للترويح عن نفسي، وما افكرش في المسؤوليات وان لازم اخصص فلوس للمسؤوليات وبتاع. يعني عايز اتكلم عن ازاي الفن مهم جدا لتحقيق المسؤوليات بجد. عملنا سيرش على السوبر ماركت، وهنروح سوبر ماركت هنا كده. بص الكرسي مكتوب عليه ايه، الكرسي معمول ازاي، كوتايسي. حروف المدينة عاملينها كراسي. انا قلت اخدكم معايا بس عشان نشوف المنظر. موجود شارع الغابة في اسماعيلية برضه، شارع الغابة يسد برضه. بس بجد اسمه ايه ده هنا، الخضار رهيب يعني. ربنا انعم عليهم بموضوع الخضار وموضوع الطبيعة ده بشكل رهيب جدا بجد. ناس لذيذة جدا، عندهم مكرونة أميرة أو أميرية. مش عارف هل هيكون عندهم فعلا اسمه ايه ده، فرشة سنان ومعجون هنا، ولا ده بقالة أكل بس، مش عارف. عندهم جبن مختلفة، جبنة جودة، وفي جبنة ايه دي، يعني اللي أنا قادر أقراها هنا جودة. الحاجات التانية صراحة I think ده روسي، كلام روسي. بس موتشي كان عمر قطب قايل لي عليها، بس أنا عمري ما جربتها الموتشي. مش عارف دي بتكون جاهزة ولا بتطبخ ولا يعني بتتعمل ولا ايه. في الطبخ. قهوة. وعيش نوتيلا. نوتيلا عندهم بتسعة لاري ولا ب10 لاري. اللاري ايكوال 1.3 درهمز. درهم و 3 من 10. مش عارف توتال. فكرة ان مفيش حد هنا كمان تسأله لو انت محتاج حاجة. في معجون اهو. طيب بناخد اللي عليه خصم، غالبا ده محلي، فهناخد واحد من ابو 1.8. تمام. والفرشة كمان حلوة قوي. مين اللي عليها خصم كمان؟ يا سلام يا سلام. ايه تاني؟ عايزين بقى المشط. بس فكرة مفيش حد يسأله، هو مفيش حد هنا بيفهم انجليزي خالص. مش عارف هل انا لو مش عايز اكل بصراحة، عايز استنى العيال لما تصحى بحيث ناكل كلنا سوا لو هناكل او كده. بس ده كله. عايز استناهم يصحوا وبعد كده ناكل. طيب مفيش لفينا كله غالبا، مفيش مشط. هطلع بقى اصحيهم لانه يعني كفايه نوم كده، عشان نستمتع برضو
بالجزء الليلي من اليوم، وما يسهروش برضو يقعدوا يسهروا بالليل خالص. فبكره الصبح ايه ما نمسكش اليوم من اوله. خلاص هطلع صحي الشباب يلا بينا بقى. مش عارف هنعمل ايه، بس اكيد محتاجين ناكل جدا. محتاجين اكيد نجرب مثلا لو في مكان بيعمل طبق جورجيني مثلا، علشان ندوق اكلهم عامل ازاي. ست هناك كيوت تحط ورد في العربية المرسيدس، حاجة لا كريم يا مستر فخري، لا كريم. مفيش عربيات، عدي كروس ووك، ست الكل، ست الحسن والجمال، بارادايس في اي بي. هنا من ساعة ما جيت أكتر حاجة أنا شايفها ألا وهم عندهم اللبس تحفة، الناس بتلبس حلوة قوي، ورد، آيس كريم، محلات ورد، محلات آيس كريم، ومزيكا. تحس إن هم عايشين في رواية، مش عايشين حياة، عايشين في رواية بجد. لايف ستايل بالنسبة لي غريب بصراحة. بس لبنان لازم بصراحة اتس. يعني تخيل المناظر دي بقى كلها والناس عرب بقى وعادي، خرافة. ما بتحسش قوي انها عربيه يعني. بس اتليست يعني يعني هم بيحبونا جدا بقى والفريندلي بيبل بالظبط. فاهم. بس مش شبه، مش زي المصريين. بس فريش اتليست اكتر كده، تحسهم بيحبوا الحياه اتليست كده. ناس يعني هم مبسوطين. متقبلين عاداتك، هم أحسن عرب. اكتر بكتير. اه انت اصلا كمان الاسيا حلو أوه. حلو فيها ده. انت اصلا في اسيا قلت انك مصري، مم. انت خلاص الازهر مش عارف ايه، تعالى بقى ويقعدوا يضيفوك. كانوا عايزين نأم بيهم مره في المسجد. والشيوخ يا عم بتقولوا حافظين قران كله. وأنا انت مصري، البركه، انت تعالى. البركه، تعال. والله انت ما تعرفش، انت لو جيت مصر هتشوف حاجات. احنا بالنسبه لهم قدوه يعني. بس احنا عندنا برضو يعني ناس ليدنج في الدين جدا. ايوه اكيد طبعاً. يعني. ايوه بص تحس انت في اليابان. عقد الخواجه عند عند بلد الخواجه، عشان انت عندك عقد الخواجه من بلدك. اللي هو انت ما ينفعش تتبسط بحاجه، إنك أنت في انت بلد. ما ينفعش تحس، فاهم؟ لو تصور في شوارع جورجيا زي اليابان. انت رحت اليابان، لا زي اليابان بالظبط. فكرة ان هم حاطين يعني اللي هي الاون واوف دي في منطقه يعني حته صغيره جدا. اكيد هنا في حوادث شارع رئيسي يا اسطى. ده شارع رئيسي. ده اطول شارع رئيسي عندهم. عجبني فشخ، ده بيفكرني بالزمالك بجد. عقدة المصريين ده. والله بجد زمالك فشخ. بس هو الصور اللي كان مكتوبة. بس بالليل فايب غير. اوف اوف فشخ يعني. اسوان دي كلح الجبل اهي، كلح الجبل. ممكن لو جبت كريم هقول له اسوان هيتبسط. يا اسوان. استنى، يا اسوان كده بجد؟ النوبة فيها الخبر ده كده يعني كام هي؟ مش عارف. احنا شايفين يعني واحد لاري اكيد. حط واحد. حط واحد. كونر ماجريجر، خبيب نماجدوف، احنا جايين. خمسينية. حط خمسينية تانية. حط 5 سنوات بس هو اكيد هو مش ذكي لدرجه ان هو يقرا النص بالنص. الرقم ده زاد. بندوس حاجة. بندوس حاجة. يا عم اتضحك علي اهي. يلا اضغط هنا والعب. 50 فعلا. طب امسك. اللي يلا انت عملته. يلا غش ورينا هتعمل ايه. قوي يعني. حتى ركز لحد ما انفجرت. ايه اوه اوب 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 اوب. آه. يلا. بس عمر. بسم الله. محمد علي فلاي.
هي كانت هي. ما جبتنيش برضه. انت جبت كام؟ مش فاكر حاجه 30. هو متسجل عامة هنشوف. بس نايس. هو ده بلاتي. داخل في ال 4000 4.6. هو ده فاهم ده يعني ايه؟ بلاتي. انت فاهم ده معناه ايه؟ احنا داخلين دلوقتي على متحف جورجي. متحف جورجيني. بسم الله. نقعد هنا؟ مش عارف. ماشي. ثانك يو. حاسس انه مدينيش الالكوهوليك درينكس يعني مش هم بيديني حاجه بتديني غلط. الكحوليك درينكس اه. طيب بقول لك ايه، خد الترابيزه عليك عشان انا في ظهري كهرباء. على الرايق. حاسس اني قاعد في ميريديز. عبد الحميد انا اخترتك. يا عم لا. ده غلط. طيب في باستا، في بيتزا. اوه المزيكا يا مان. كل انتظار. المزيكا. مين كورسز. اوف. تعرف انا كنت دايما ببقى حريص في الديتس بتاعتي. مطعم فيه مزيكا حلوه؟ هو ما يعني فيهوش مزيكا أصلاً. مين ده مطعم هنا؟ لا بقول لك هو ما فيهوش مزيكا. يعني حاجه من الاثنين، لكن مزيكا وحشه دي ما ينفعش. تخيل تخش مثلا مطعم مشغل مهرجان شحت محمد، مش هتعرف تقول لها حاجه، فاهم؟ تقول لها بقول لك ايه. بس ده مزيكا هنا حلوه قوي. على فكره كريم حيوان ان هو قافل على نفسه الاوضه بجد. صوته حلو قوي عامل زي سيد. بص الذكريات، بص الذكريات يلا. انت مثلا لما يسيبها بقى يرجع هنا عشان يفتكر كانوا قاعدين تخيل تخيل انت في كل مره خرجت معاها مثلا ليك هنا، او لو ده المكان المفضل بتاعك مثلا، مثلا وثلاث اربع علاقات. ليه يعني اقصد على مدار السنين يعني. بس يقعد يعني حاضر. انا بجيبهم في نفس المكان. ده ايه التناول اللي انا انت ما بحب المزيكا. بهزر يلا. طيب عندنا ايه بقى؟ عندنا بيتزا، عندنا صوص، ايه ده؟ جرانشينج، باستري، بان كيك. المين كورسز، خلينا في المين كورسز. 165 ليه يا جدعان؟ نهدى كده على بعض. بورك with red wine sauce. ما شاء الله جهنم هتفتح. stuffed wine leaves with. هو في ايه؟ مفيش حاجة عادي؟ بس هو مش مطعم. اكل حلال. لا مش مطعم جورجي مقصر فاهم. cold drinks soft drinks اوكي. مطعم روش بس مش الجورجي مقصر. خلينا نشوف كده. soup salad cold. هو المين كورسز، الباستا، البيتزا، الصوص، الديزرتس، بس كده. في الاغلب لازم نختار حاجه مين كورس، بس يعني نميك شور بس ان احنا ايه الديتيلز بتاعتها ما فيهاش ميه، فاهم؟ ذاتس ات. يعني مثلا ما عنديش مشاكل اللي هو البيف ماسترد with veggies، بس عايز اميك شور ان هو ما فيهوش هاوس سبيشال بيف فيليه تيرجون وصوص وكريم. بورك كتير. لا بيتزا لا، خلينا حاجه نحس بالفايبس. يا ابني انت سامع مزيكا؟ المزيكا دي مش عايزه بيتزا خالص. المهم عبد الحميد انا اخترتك. انا اخترتك يا عبد الحميد. عبد الحميد قول ورايا. زوجتك نفسي لساعتين فقط. بس احنا جايبين هاوس سبيشال. ده بيف مش عارف ايه الحاجات دي، وعندنا برضو شويه طماطم، وجابوا لنا بتاع زياده، طبق زياده عشان لو عايزين يعني نشارك. بس كده. ايوه يا عيني عليك، يا عيني عليك. ايوه
ايوه احنا من نص يا جامد. واحنا اصلا وصلنا جنب البيت صح؟ لا طبعا. لسه بعيد. احنا عند الحديقه اللي جيناها الصبح عند الريبابليك سكوير. كافيه ريتشارد في القلب عامله ازاي؟ ده المفروض. آه... احنا جبنا المطاوي بتاعتنا. الشباب اوه بص الكتب تحفة ها. That's why كتب بيقول لك ايه القارئ لا يسرق والحرامي لا يقرأ. Yes actually it's true.